تفضل تفضل. انت مزم الفقيري؟ مرحب بك. اول حاجه انا المعاق ده صوفي ودي سبحه، لا قلبنا بيت من قمنا تحت الشيوخ ذل. معاك كويس؟ في نوبه وفي اي حاجه، لكن بتفسروا المديح زي ما انتم دايرين. ودي قلت شنو ما سال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت في بيته شايل ابو هريره. عندك كلام في ابو هريره؟ ولد بنت عبد الله قال شنو؟ قال كان جدي يروي عن جدي ده ود بيت ابو هريره. قال كان يعني جدي لديه حبل فيها الفاء عقده كان لا ينام حتى يتمهن. ده ابو هريره رضي الله عنه راوي الحديث دي كلها، ما لقى بدعه الا تلقاه انت ومحمد سيد حاج تفسروا المديح على هواكم عشان احنا ما في. الحاجه الثانيه في مصر المؤمنه قال باهل الله عندكم فيها كلام كثير، صح ولا ما؟ فيكم زول هنا ممتع الشاه السودانيه، الكلام ده ما قاعد في سوره النور. الذين امنوا وعملوا الصالحات. انا اللي بجاوبك، انت ما قاعد تنبحث طوال يا معلم، تفسر لنا الحديث زي ما انت داير. دقيقه يا شاب، دقيقه يا شيخنا. الحاجه الثانيه، لا اسكت ما مشكله. السبحه حديث بيت النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجوده. الرسول عنده 9 زوجات، بتتزوج 9. النبي صلى الله عليه وسلم ما باكل فول، ما باكل بصل ولا توم، انت بتاكل الليل، ما حرام علينا. ده دقيقه. بالنسبه للمديح المرحوم، دقيقه هنا وانا ماشي اصلا داير اقول حاجه بس دقيقه. المرحوم محمد سيد حاج في مدحت مصر المؤمنه باهل الله دي خليها لانه جربنا زمان، لكن دار نجي يسلم من 4 ويحشر مع 4. ال4 ديل محمد سيد حاج قال في المديح في المحاضره بتاعت المتهم الاول، اي زلمه ينزلها من النت من كمبيوتر، تسمعوا الكلام ده ان شاء الله الليله ده بالليل ده تسمعوا. قال مصر المؤمنه باهل الله. ثاني قال نسلم من 4 ونحشر مع 4. نسلم من 4 ونحشر مع 4. محمد سيد حاج قال شنو؟ قال ال4 نسلم منهم. قال الصوفيه دي عندهم عقيده شركيه، بيعتقدوا انه الكون ده عنده 4 اركان، وفي 4 اقطاب من الصوفيه شيوخ مثبتين الكون. في 4 اقطاب كانوا مثبتين الكون. والشيخ البرعي قال شنو في التفسير بتاع المديح؟ قال شنو؟ قال ال4 نسلم منهم النفس والدنيا وابليس والهوى، وال4 نحشر معاهم النبيين والصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا. وال4 ديل في ايه. وشكرا لكم وربنا يعينك يا اخوي. انت مالك زعلان السجادات الميكروفون؟ ما مشكله نجاوبك عشان الناس تستفيد. وانت نحن ان شاء الله المسائل دي بنفندها نقطه، وانا شايف الشباب او الناس صدوره متحمل انه يسمعوا، وانا كنت داير اختم، لكن بكلامك ده ان شاء الله بنفصل اكثر. بس انا داير منك حاجه واحده بس، امسك. انا داير منك امسك يا تبو، اللي قريب جنبي، اقعد هنا، اقعد في الوسط، الله يحفظك. انا داير منك حاجه تلتزم بها قدام شنو؟ الشباب ديل، زي ما اخونا ده وينه؟ اخونا ده نبه، نحن دايرين نستفيد. زي ما انا سمعت لك بصدر رحب وما صارعتك ولا كذي، انا قبل داير امسك منك الميكروفون اقول للناس تهدى، انت تاخذ راحتك في الكلام. يلا زي ما انت نحن سمعنا لك بصدر رحب، انا دايرك من برا تاني ما تشوش، خلينا اجاوب على المسائل دي نقطه. كلام ده يا جماعه طيب ولا ما طيب؟ ايوه طيب. واحد قال مساله السبحه وذكر مصر المؤمنه وذكر مساله الاوتاد ال4 الى اخره. مساله السبحه دي ذكر فيها اثر عن ابي هريره رضي الله عنه، وانا ازيدك في اثر ثاني عن عائشه رضي الله عنها، وفي اثر ثالث بروه غلط برضه عن جويريه رضي الله عنها. ديل كم؟ 3. والاثار دي العلماء تكلموا فيها وفي اسانيدها وانما ثابته عن الصحابه ديل. ليه؟ الكلام ده تلقاه في كتاب اسمه السبحه تاريخها وحكمها، المؤلف بكر ابن عبد الله من علماء بلاد الحرمين رحمه الله تعالى. يتكلم قريب 100 صفحة عن الموضوع ده، وجاب السبحة من بدايتها قبل الإسلام الناس اللي كانوا يستخدموها.
وليه زمن، ليه الزمن بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد انتشار دعوته صلى الله عليه وسلم، وجاب الآثار دي وبين ضعفها وإنها ما ثابتة. لكن أنا دار أناقشك نقاش أقوى من كذي. قول ثابتة صحيحة، طيب قول ثابتة، نحن عندنا ما ثابتة، وأنا وريتك المرجع اللي بترجع عليه، أنت ما ذكرت أي مرجع. طيب قول ثابتة. قال الله تعالى في القرآن: فإن تنازعتم في شيء، يعني اختلفتوا في شيء، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال لك في الخلاف نرجع للكتاب وشنو والسنة. طيب الكتاب قال شنو؟ الكتاب قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. واحد. السنة قالت شنو؟ السنة في سنن أبي داود عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. انت افترض الأثر ده صحيح، الآثار اللي جبت هذه انت قالوا لك الرسول صلى الله عليه وسلم بيعمل كذي، وأبو هريرة دقيقة، وأبو هريرة بيعمل كذي، والمسألة دي الناس اتناقشت فيها، تعمل بها عمل منه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أبي هريرة رضي الله عنه؟ مع احترامنا لأبي هريرة رضي الله عنه، لو ثبت في سنن أبي داود، ده حديث ثابت عن عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، بيده بس. ثاني رأيك شنو؟ عشان كذا عبد الله بن عباس لما يتناقشوا في مسألة في الحج والعمرة، وبعدين بعض الناس قالوا له: ولكننا سمعنا أبا بكر وعمر، وديل أفضل من أبي هريرة رضي الله عنه، ولكننا سمعنا أبا بكر وعمر يقولان كذا وكذا. قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أنا قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم ما شال سبحة، هسه أتحداك جيب لي حديث إنه شال سبحة، ومسؤول أمام الله، ديل بيمشوا بتموت بعدين. وأنا اللفظ اللي قلتها لليلة بكررها، الرسول ما شال سبحة صلى الله عليه وسلم، وأمرنا باتباعه في التسبيح لأنها عبادة. واحد. اثنين. النقطة الثانية جيب أيوة مسألة مصر المؤمنة. قال محمد سيد قال: أوتاد الأرض في القبل الأربعة وإلى آخره، وجا البرعي شرحها بشرح ثاني. والنازل يا شيخنا، النازل عندهم عقيدة مش الأرض بس، السما ذاته حقتهم. رأيك شنو؟ وين العقيدة دي؟ في كتاب اسمه فيوض البحور المتلاطمة، ده بتاع المرغنية الختمية. قال فيه: أنا عرشها والكرسي، عن عبد الله العيدروس، قال: أنا عرشها والكرسي، أنا للسماء بانيها، لولا الحياء من ربي نار الجحيم أطفيها. والبرعي قال: أوتاد الأرض في القبل الأربعة. طيب هنا في كتاب تاني للصوفية، عشان ما تقول نحن نتكلم فيه ونساي، نازل مش الأرض ماسكنا، نازل السما ذات لحقوها. قالوا ده كتاب من كتب الصوفية، إلا تكون ما صوفي، ده كتاب من كتب الصوفية اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية. وعشان ما يقول لك طبعتويته شركة القدس للنشر والتوزيع، 8 شارع جوهر الدراسة القاهرة، تلفون 25 93 20 57. تاني في كلام نديك الصفحة دقيقة، صفحة 60 ل 65، من 63 ل 65. انت قاعد نظلم الناس زي ساي. الحمد لله دخلت عشان الناس تشوف الكلام ده بيان بالعمل، والكتب قاعدة. وبعدين انت قلت مصر المؤمنة، انا هسي بوريك خلالة وين. ايوه بوريك له، وبجيب لك بنص الفاظ البرع، بوريك الخلل.
بس برد لي نفسك روق المانجا. طيب صفحة 63 ده بتاع القادرية، اسماعيل محمد سعيد البغدادي القادري بيمدح في شيخه، يعني بيتكلم في الناس ساي بيغلوا الناس زي الغلو، غلو غريب جدا. قال انا داير زول عشان كلامي لو كذبت فيه تعال انت ذاته اخونا معلش تعال معلش تعال هاي اخونا اللي اسمه اخونا احمد الخير ده يا جماعه شايفينه تابع لي زول ما تابع لنا ولا لهم، صح ولا ما صح؟ انا جبته عشان يشوف لو انا كذبت كلمه في الكلام ده يوقفني. طيب قال هنا امسك الكتاب، قال صفحه 63 ده الشيخ بيمدح في شيخه، قال ذراعي من فوق السماوات كلها، يده تل سما الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه وقداه جابها بفوق زي مسك السماوات زي العزابي لما شل مرتبه الصباح طاويه كذي دقيقه نتم عليك. قال ذراعي من فوق السماوات كلها ومن تحت بطن الحوت امددت راحتي، قد السماوات وجابها بفوق بغادي وهبش الحوت كلكل وما بعرفه. قال وأعلم نبات الأرض كم نابت وأعلم رمل الأرض كم هو رملتي. يا ناس قال نبات الأرض نباتة ونباتة بعرفه، ورمل الأرض رملة بعرفه. طيب لسه وأعلم علم الله أحصي حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجتي. علم الله قال حرف بعرفه. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. طيب لسه أخونا أحمد ده بيشوف أنا لو كذبت عليهم، قال ولي نشأة في الحب من قبل آدم وسري سرى في الكون من قبل نشأتي وسري في العليا بنور محمد فكنا بسر الله قبل النبوة. يلا اسمعوا بعد ركزوا، ما دار أعلق أنا براكم انتوا علقوا. شوفوا الكذب ده واللف والدوران، قول له يا أخي ظلمناهم ما ظلمناهم. طيب قال جزاك الله خير كلمتك دي بنتلاقى قدام وأنا عافي لك عشان ما تزعل، عافي لك خلاص. طيب قال ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظتي وقالوا فأنت القطب قلت مشاهدا وأتلو كتاب الله في كل ساعة وناظر ما في اللوح من كل آية. من هنا بعين كذي ده مش الزرقاء، ده الزرقاء والحمراء والخضراء، ده بعين كذي كر للوح المحفوظ. طيب وناظر ما في اللوح من كل آية وما قد رأيت من شهود بمقلتي فمن كان يهوانا يجئ لمحلنا ويدخل حمى السادات يلقى الغنيمة. أقلب الصفحة، شوف الكلام ده خطير كيف. شوف ده في الأمة دي، شوف الكذب اللي بيجيبوا لك السبعة شوية، والله الكذب يمكن اللمة دي تقع الله يستر عليها. قال وقالوا يا هذا تركت صلاتك، قالوا يا شيخ انت بتصلي معانا ليه؟ ولم يعلموا أني أصلي بمكتي. خطوة هنا خطوة في بغداد وخطوة شنو في مكة، ده بيلبس مقاس كم بنطلون. طيب قال ولا جامع إلا ولي فيه منبر ولا منبر إلا ولي فيه خطبتي ولا عالم إلا بعلمي عالم ولا سالك إلا بفرضي وسنتي ولولا رسول الله بالعهد سابقا لأغلقت بنيان الجحيم بعظمتي. كلام ده أحمد موجود ولا ما موجود؟ كان مر رسول كان النار دي ذات الجحيم طفيتها الجحيم لسه دقيقة. شوف الكذب الجايك لسه والله ده دراب لا في تومانجري تلقاو لا سبيستون تلقاو. طيب قال مريدي لك البشرى تكون على الوفا إذا كنت في هم أغثك بهمتي مريدي تمسك بي وكن بي واثقا. نحن بنقول لك امسك في منه إذا صح التعبير، خليك عقيدتك في الله تمام. طيب مريدي تمسك بي وكن بي واثقا لأحميك في الدنيا ويوم القيامة أنا لمريدي حافظ ما يخاف وأنجيه من شر الأمور وبلوتي وكن يا مريدي حافظا لعهودنا
أكن حاضر الميزان يوم الوقيعة. أنا كنت والله بعد ده بجيب كذب. أنا كنت في العليا بنور محمد وفي قاب قوسين اجتماع الأحبة. أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى. الشيخ قال كان مع نوح عليه السلام، والله قال للرسول عليه الصلاة والسلام تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وقال له في قصة مريم عليه السلام وزكريا وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. طيب قال أنا كنت مع نوح أشاهد في الورى بحارا وطوفانا على كف قدرتي وكنت مع إبراهيم ملقا بناره وما برد النيران إلا بدعوتي وأنا كنت مع راعي الذبيح فداءه وما نزل الكبشان إلا بفتوتي. خليك برد مالك مسخنت. طيب أنا كنت مع يعقوب في غشو عيني. الزول يا جماعة تجرس ولا ما تجرس؟ هاي الناس دي كلها شهدت عليك، ما تضحك الناس عليك، ارجع محلك. لا لا ولا دقيقة نتم الكلام بعد ذاك. انت الشيرز ده حار ولا جنو؟ طيب طيب ايوه للصباح كويس. ان موعدهم الصبح وليس الصبح بقريب. انا لسه ما فتحت البلاوي هنا. طيب ايوه قال انا كنت مع يعقوب في غشو عينه وما برئت عيناه الا بتفلتي. قال يعقوب عليه السلام لما نعمه ما شفى الا لما انا تفيت له. يا جماعه دي ما قله ادب مع الانبياء. ويقول لك انتم تقلوا ادبكم مع الشيوخ. ده قال كفه في عيون النبي. ده ادب، ده ادب، ده دين. انت المفروض تغضب للانبياء ديل. لسه عشان قربنا في كتاب تاني في الجواب على السؤال الثالث. الموضوع ده خطير جدا، انت وقعت لك في شبكه خطره. طيب لينا انتهت. طيب نمشي قدام. انا كنت بس نتيم لحد هنا عشان شنو الزمن. انا كنت مع ادريس لما ارتقى العلا. شوف الزول ده مشى مع الانبياء ده الجد. انا كنت مع ادريس لما ارتقى العلا واقعدته الفردوس احسن جنتي. انا كنت مع موسى مناجاة ربه وموسى عصاه من عصاي استمدتي. عصاتي قال انا الاصليه، موسى جراه مني. يا ناس الكلام ده يا جماعه بيجوز؟ طيب لا لا ابرد. انا ايوه انا كنت مع ايوب في زمن البلاء وما برئت بلواه الا بدعوتي. انا كنت مع عيسى وفي المهد ناطقا واعطيت داوودا حلاوه نغمتي. انت عارف انها قال لهم انا منو عديل كده خدتها لهم. قال لهم انا الذاكر المذكور ذكرا لذاكري، أنا الشاكر المشكور شكرا بنعمتي، أنا العاشق المعشوق في كل مضمر، أنا السامع المسموع في كل نعمتي، أنا الواحد الفرد الكبير بذاتي، أنا الواصف الموصوف شيخ الطريقة، وما قلت هذا القول فخرا وإنما أتى الإذن حتى يعرفون حقيقتي. عرفتوا حقيقته يا جماعة؟ عرفتوا الحاصل ولا ما عرفتوا؟ قال أنا الواحد عديل. أخونا أحمد ده لو كذبت عليهم موجود، وفي الكتاب ده ذاته عشان تعرف الطريقة دي. ده ما كتبك وكت لا قرآن ولا سنة فيك الدرب ده. أيوة يلا مصر المؤمنة نجاوبك على السؤال الثالث وبعد ده بديك فرصة لو داير، لأنه الليلة نحن صدرنا واسع نديك فرصة ونرد تاني، نديك فرصة ونرد إن شاء الله. طيب لا لا دقيقة اكتب ادي قلم وديه قلم رصاص ذات وستيكا. طيب قال مصر المؤمنة دي مش النقطة ذكرها مصر المؤمنة. قال البرعي شرح مصر المؤمنة وكذي وكذي. خليك واقف يا أخونا أحمد. يلا مصر المؤمنة دي من الأبيات الذكر البرعي فيها أمشي هسي شغلها. قال أسيد الشعراني الناشر لعلم الله. كلام ده قالوا البرعي في مصر المؤمنة. تعال شوف الشعراني ده بقول شنو. ده الشعراني هذا اسمه الطبقات الكبرى، ده الكتاب بتاع الشعراني. قال تأليف أبي المواهب عبد الوهاب ابن أحمد ابن علي الأنصاري الشافعي المصري المعروف بالشعراني. يلا افتح صفحة 100
وسبعة من الكتاب ده من الجزء الثاني. وشوف الشعراني قال شنو، والبرعي بيمدح الزول ده. انت قال انتقدنا ساي، الزول ده بلخبط لخبطه. هسي كلكم بتخطوا يديكم في راسكم كلكم الا يشاء ربي شيء. عين صفحه 107. ايوه امسك يا اخونا احمد. شو الكلام ده في الكتاب ده بتاع الشعراني والله. قال طبعا من مشايخهم واحد اسمه محمد الحضري. يلا شوف محمد الحضري ده ابو الفضل السرسي قال فيه شنو. ده كتابهم ذاته مدحوا البرعي، مدح المؤلف. قال سيدي الشعراني الناشر لعلم الله، وده الشعراني دي الطبقات الكبرى. طيب قال واخبرني الشيخ ابو الفضل السرسي او السرسي انه جاءهم يوم الجمعه. الشيخ بتاعه ده محمد الحضري، هنا جايب ترجمته، هنا بتلقاه في. ومنهم الشيخ ابو بكر الدسوقي، ثاني بتلقى محمد الحضري. عثمان هنا ده عثمان 331. طيب 32. ومنهم الشيخ محمد شنو الحضري ده 300. الشيوخ ذات تساوي لهم ارقام 333. طيب بيتكلم في ترجمة الحضري ده لحد ما قال هنا واخبرني الشيخ ابو الفضل السرسي او السرسي انه جاءهم يوم الجمعة فسألوه الخطبة. عليك الله يا جماعة، شوفوا زول مسلم بيقول كلام زي ده. شوفوا ده دين، ده اسمه محمد الحضري. اسمعوا شوف بيقول شنو. والله كلكم تغضبوا من النازل أسد إن شاء الله. طيب قال فسألوه الخطبة فقال الشيخ قال له اخطب لنا. يلا شوفوا قال شنو. فقال بسم الله، فطلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ومجده، ثم قال شنو بعد حمد الله وأثنى عليه ومجده؟ قال وأشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. الكلام ده أحمد فيه ولا ما؟ حقيقي والله. هذه صفحة 107. أي زول ما مصدق يجي يقرأ. وأشهد أن لا إله لكم قال كذا إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. أسألكم بالله الكلام ده باطل ولا ما باطل؟ أي زول يجي يقرأ. اسمه الطبقات الكبرى. تاني في كلام يا جماعة، الزول ده تاني عنده حجة. إن شاء الله نحن الجمعة الجاية نلتقي في هذا المكان.